إخواني أخواتي، السلام عليكم. هكذا تفاعل المغرب مع أزمة الغابون بعد الانقلاب الذي أطاح بالحكومة هناك. وفي هذا السياق أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأربعاء أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الغابونية. وزاد البلاغ بأن المملكة المغربية تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته. وأوضح بلاغ وزارة الخارجية أن المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية ليصير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد وصون المكتسبات التي تحقق الاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق، وذلك تجنبا لما يمكن أن يصدر مرة أخرى من إشاعات كتلك التي انتشرت في سنة 2019 حول المشاركة المفترضة لعناصر عسكرية مغربية في إعادة الاستقرار وحماية النظام علي بونغو أونديمبا وإفشال محاولة الانقلاب ضده، وهي أخبار كانت عارية من الصحة تماما، وهو الأمر الذي نفاه وزير الخارجية المغربي حينها نصر بوريطة، مؤكدا على عدم وجود أي تشكيلات عسكرية مغربية في الغابون. خوتي العزاز، ما تنساو دعمنا باللايكات، وإلا كنتم مازال ما مشاركينش في القناة فسأكون سعيد جدا باشتراككم معنا باش نقدروا نوصلوا بهذه القناة المغربية 100% للمستوى اللي بغينا. خليناكم على خير.